اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هتكلم عن تراك ثيرابيست لابي يوسف. عارف ان انا اخر فيديو نزلته كان عن ابي يوسف برضه عن تراك سوري. عارف ان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات. عارف ان في سلاسل كتير انا ما كملتهاش. عارف ان في تراكات نزلت وكليبات نزلت انا ما اتكلمتش عنها، الحمد لله يعني. بس اطمنوا، ده الهدوء اللي بيسبق العاصفه، او مش قوي الصراحه يعني، بس يعني في حاجات جامده جايه. فما علينا من غير كلام كتير، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس قدام سيرفر ديسكورد بتاع الانستجرام وانضم لجروب الفيسبوك، ويلا بينا. طيب مبدئيا الارت ورك واسم التراك. اسم التراك ثيرابيست اللي هو دكتور نفسي. وابي يوسف في تراكات كتير قوي قبل كده كان قال ان هو سايكوباتي او ان هو عنده اكتئاب، وكان قال ان هو عنده امراض نفسيه كتير قوي، فطبيعي ان هو يكون بيروح لثيرابيست. ده بالنسبه لاسم التراك. بالنسبه بقى للرقم اللي على الارت ورك، فطبعا ده لما بتبحث عنه على تروكولر بيجي لك اسم ثيرابيست ابي يوسف او ثيرابيست ابي. الفكره بقى في ايه؟ ان انا ما اتصلتش بيه لان انا الحمد لله مش مريض نفسي، يعني اتصل بيه ليه يعني؟ مش محتاج ثيرابيست. بس هو الرقم مغلق، فلو حد يعرف يعني ثيرابيست غيره يعني اكتب لي في الكومنت. المهم فايه، كان في كلام كتير على حوار الرقم ده، زي مثلا ده اعلان ابي يوسف عامله للثيرابيست، بس انا ما اعتقدش ان ده رقم شخص حقيقي، يعني ما اعتقدش ان ده رقم ثيرابيست بجد او رقم حد موجود في الحياه. وكون ان هو مكتوب على تروكولر ثيرابيست ابيو، فده مش دليل على اي حاجه. انت ممكن تشتري رقم جديد وتسميه على تروكولر اي حاجه، فده غالبا اللي حصل. ابي يوسف جاب رقم جديد بس عشان يعمل الحركه الروشه دي، وهي فعلا روشه وجديده ومختلفه، وبس الرقم مش محطوط في اي تليفون او اي حاجه، فعشان كده بيديك مغلق لما بتتصل. او ممكن يكون فعلا رقم حد، ودي هتخلي الحركه اروش واجمد بكتير، وهتبقى حركه مجنونه مجنون ابي يوسف ده. فالمهم نخش على التراك ونشوف الكلام على ايه. مش هحس ان احسن، مش هحس بفرق عمره ما مش هحس ان احسن. شايف ان هو مش هيبقى احسن بعد كده رغم ان هو بيروح لثيرابيست. مش هيحس بفرق. الثيرابيست مش هيأثر معاه في اي حاجه، ولا هيخلي حتى حالته تفرق او يعني تتحسن حتى. ده امر واقع، هو شايف ان ده امر واقع. والبار ده انا فهمته بطريقه يعني، بس هقولها لكم في البار الجاي عشان هو اللي خلاني افهمه بالطريقه دي. انا ايكون انا ليجند هرم رابط. انا ايكون انا ليجند، الاتنين معناهم في الاخر اسطوره، وبيقولوا ان هو هرم رابع، بيشبه نفسه بالاهرامات الثلاثه، وبيقولوا ان هو الهرم الرابع بتاعه. فاللي انا فهمته بقى البار اللي فات ان هو مش بس مش هيحس بفرق او تحسن في حالته اللي هي الاكتئاب، لا كمان في النرجسيه اللي عنده. هو قال قبل كده ان هو نرجسي، فبرضه ده مرض نفسي، بس هو مش هيتعالج منه لان هو شايف ان ده امر واقع، مش ان هو مثلا مدي نفسه اعلى من قيمتها، لا هو فعلا هرم رابع، هو فعلا ايكون، هو فعلا ليجند، فاهم؟ فكون ان هو بيفليكس ده مش معناه ان هو نرجسي، هو بس بيقول الحقيقه. تعودني شويه عشان صوتك ده مش طالع، خش وبنجز مش بعمل. طقطق ودن شويه عشان صوتك مش طالع. بيطقطق ودنه اللي هو بيمسك ودنه، فاهم؟ او بيقرب ودنه منه عشان يسمعه لان صوته واطي ومش طالع. وطبعا هنا وورد بلاي، او يعني المقصود من كلمه صوته مش طالع مش ان هو حرفيا مش طالع، ان هو ملوش صوت يعني، او صوته مش مسموع او مش مهم. عشان فاكر نفسها هاري بوتر عامله لي عمى، بس بحبها بحب ريحه السما. كان بيقول عجباني عشان فاكره نفسها هاري بوتر عامله لي عمل، بيشبهها بهاري بوتر، ووجه الشبه هنا في السحر، فهي عامله له عمل بقى بايه؟ بان هو يحبها. وده نعرفه من البار اللي بعديه وهو بيقول بس بحبها، فهو فعلا العمل جاب مفعول. بس ده برضو ابي يوسف اكيد مش هيكون رومانسي، فبيقول لك ايه؟ بحب ريحه السمك، يقصد ان هي زفره يعني. معرفش هو كده بيفليرت ولا بيدسها ولا بيعمل ايه. الخلاصه اللي نطلع بيها من البارين دول ان هو توكسيك، فرغم ان هي عامله له عمل ورغم ان هي زفره زي ما هو بيقول، هو بيحبها وعجباه. It's different لما ابص في الشارع. It's different وانت فاقد الشغف. اديله في المفصل رجعه مكسر. اتس ديفرنت لما بيوصف في وشها، ماشي بيكمل عباراته اللي فاتت. واتس ديفرنت وانت فاقد الشغف، والله يحدث الان. يعني الموضوع لو عادي بتحس ان هو اصعب لو انت فاقد الشغف. اديله في المفصل رجعه مكسر. طيب بعيدا عن الكلام المتشفر هنا اللي اكيد مش هفهمه، مش عارف ليه ابي يوسف اصلا ممكن يشفر حاجه، ما هو كده بيشتم في التراكات عادي. بس معنى الفلو جامد قوي، والتراك ده عموما رغم ان هو التراك ال 700 وحاجه او 600 وحاجه ما اعرفش، بس بحس ان هو مختلف. يعني دايما معظم تراكات ابي يوسف بتحس انها مش شبه اي تراك قبلها، ما تفهمش ازاي، حتى لو في فلات متكرره. ماشي بدماغي في الشنطه، ماشي بدماغي مش بنطق. ماشي بدماغي في الشنطه، عايز يعمل وورد بلاي في كلمه ماشي بدماغي، اللي هو ماشي ودماغه في الشنطه، في نفس الوقت ماشي بدماغه اللي هو بيعمل اللي في دماغه، بيعمل اللي هو عايزه. وبرده حته ان هو ماشي بدماغه في الشنطه ممكن يكون يقصد بيها ان هو مشتري دماغه، وطبعا مشتري دماغه ده تعبير مجازي مقصود بيه ان هو مكبر دماغه، وبرده مكبر دماغه ده تعبير مجازي مقصود بيه ان هو مريح دماغه. فالمقصود من كل الكلام ده ان هو مريح دماغه ومكبر دماغه وماشي بدماغه. صارف انا ربع ارنب على ثيرابيست عشان احس اني احسن، بس لا عشان انا كل العفاريت اللي جوه دماغي. صارف انا ربع ارنب على ثيرابيست، زي ما قلنا الثيرابيست هو المعالج النفسي او الدكتور النفسي يعني،
وبيقول الكلام اللي هو قاله في اول التراك اللي هو مش هيحس ان هو احسن، مش هيحس بفرق، فبيقول ان هو صارف ربع ارنب، يعني دافع ومكلف ورايح لثيرابيست غالي، يعني حد فعلا فاهم، بس رغم كده ما جابش معاه نتيجه، عشان انا كل العفاريت اللي جوه دماغي عمرها ما بتبطل ده. فالمقصود ان مفيش ثيرابيست في العالم يقدر يعالجه من اللي هو فيه، لان اللي في دماغه اقوى واشد من اي حاله تانية او من اي حاله يقدر دكتور او ثيرابيست ان هو يعالجها. بيبي قالت لي ان انت تسع، بس انا قاعده ولابت في الشهر كنت فوتي. بيبي قالت لي ايه؟ يعني لو حد سمع يقول لي طب ثانيه كده طقطق ودني شويه عشان صوتك مش طالع. وعلى فكره انا كنت قلت قبل كده من سنتين تقريبا على تراك لأبي يوسف برضو كان اللي ثبت فيه بنفس الطريقه اللي هي مش مفهومه قوي دي، او الكلام فيها مش واضح ومتاكل. قلت لو أبي يوسف يعمل الطريقه دي هي بتبقى جامده وانا بحبها اصلا، بس بحبها وانا فاهم الكلام، لو الكلام حتى لو مش واضح بس بتفهمه من السياق. بس هنا ولا السياق واضح ولا الكلام واضح، فعلى الاقل يبقى في ليركس، يعني المفروض التراك ينزل بالليركس بتاعته. وقلت قبل كده يعني انت ابيو او اي حد بيسجل التراكات عموما انت اكيد مش حافظ التراك، ما تقنعنيش انك عامل 700 تراك حافظهم كلهم، فطبيعي انت كواحد مش حافظ التراك بتقرا التراك من حاجه. نزل لنا يا عم الليركس اللي بتقرا منها. يعني ليه بتعذبنا؟ ما اقصدش عشان التحليل، كده كده الفيديو خلاص نزل، انا بتكلم عن ان انا كمستمع عايز ابقى فاهم انا بسمع ايه او الكلام رايح على فين. لابت في الشهر كنت فوتي بيزيدهم كل بقى لما جاتش سكينه ما كانتش هتسرق. لو ما جاتش سكينه ما كانتش هتسرقك. هنا هو بيتكلم عن المقوله بتاعت السكينه سرقاه، واللي بيقولوها على حد مثلا حصلت معاه صدمه كبيره فهو لسه متاثر بالصدمه دي ومش عارف يتخطاها. فهنا أبي يوسف بيقول ان لو ما جاتش سكينه ما كانتش هتسرقك، يعني لازم الحاجه تبقى شديده عشان تفوقك. تنك قول كلام كتير كاني ارسنك كنت من فوق في اجنحتي تتفرق. بص انا هنا اعتقد ان هو مش نكش، هو حاجه من الاثنين، يا شاوت اوت لارسنك او ان هو بس يا دوبك بيدي تشبيه فعلا، يعني يقصد ان هو يشبه ان هو بيتكلم كتير زي ارسنك عادي، لا بيمدحه ولا بيذمه. بس في الحالتين انا متاكد منه ان ده مش نكش، اصل مفيش اهانه في الكلام اللي هو قاله، يعني ايه بيتكلم كتير زي ارسنك؟ ده غير ان خلاص الخلاف اللي كان بينهم انتهى من زمان وتصالحوا وتصوروا ونزلوا صورهم مع بعض، وكان في كلام كمان على خبطوا فيا عشان اسمكم بارد، اديت الدرينك بتاعي ورحت اشوط بيلين عصير ليمون عادي تيجوا على خبطوا فيا عشان اسمكم بارد، اللي هو لما بيحسوا ان الريتش بدا يقل بيخبطوا في أبي يوسف. تمام. وبعدها بيقول سبت الدرينك بتاعي رحت اشوط بيلين، يعني عادي أبي يوسف قبل كده ساب حفله عشان كان بيلعب جيم جاتا، فمش هتصدم مثلا ان هو ساب الدرينك بتاعه وراح يشوط بيلين. فهو بار غريب قوي عموما زي بارات غريبه كتير كانت قبل كده لأبي يوسف، بس بعد كده بيوضح ان الدرينك ده كان عصير عادي يا جدعان، يعني ما اقصدش بدرينك ان هو حاجه مش بريئه او حاجه حرام يعني. وكون ان هو عصير ليمون فده برضو مرتبط نوعا ما بالسياق ان هو بيتكلم عن البرود وكده، فاهم؟ عصير ليمون بيهدي. تيجوا على بعض زي البوكيك كله في نفس الوقت زي تسونامي. طبعا انا مش عارف يعني ايه الكلمه دي، فهنسرش على جوجل ونشوف. هو سلوك جنسي يتمثل بالأساس في قذف المني من قبل ذكرين أو أكثر في وجه سيدة راكعة على ركبتيها. يعد هذا السلوك غريبا نوعا ما، لكنه يعرف انتشارا في الأفلام الإباحية. نشأ هذا السلوك في اليابان في ثمانينيات القرن العشرين، وانتشر بعد ذلك إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، ثم عبر الحدود وصار حاضرا أيضا في الممارسات الجنسية المثلية. البوكيك كله في نفس الوقت زي تسونامي، مجال ابن ما كانش له داعي. كله بيجي في نفس الوقت زي التسونامي. التسونامي هو اعصار، الاعصار ده بيبقى عباره عن موج كبير في البحر، بعد كده بيتحول لاعصار تقريبا، او يعني بيجي معاه اعصار. اضطرابات كلها بتحصل بتأثر على اليابسة وعلى البحر، فبيحصل زلازل وعواصف وبراكين وكل حاجة بتحصل وكله بيجي مع بعض. ومجال ابن كذا ما كانش ليه دادي، يعني قبل أبي يوسف ما كانش ليه داد، كان ابن ما كانش ليه أب. برصايع الصراحة، برصايع قوي وجامد. شبه بعض يا اسطى اسطمبة، اسمعش التكنو عشان بستنضف، جبت كتير مش بربك. ما اسمعش تكنو عشان بستنضف للمرة الثالثة تقريبا. أبي يوسف بيدس التكنو، هو نوع من التراكات كان بيقول ان هما ما بيعملوش، وفي التراك ده بيقول ان هما ما بيسمعوش عشان بيستنضف، فبيسمع حاجات نظيفه، فالتكنو مش نظيف. انت بتقول كلام زي صندل نام في الشنطه صارف انا. انت بتقول كلام زي صندل. كلمه صندل دي كان قالها ابو انوار في تراك سيد الاسياد، واللي كان بيدس فيه ويجز. مساء الخير على صنادل المجال، مش فير تراك مخري ويا ميجز انت شمال. فبرضه ممكن معرفش، مش شرط مش اكيد ان هو يكون بينكش ويجز بكلمه صندل. بس ده كان تراك ثيرابيست، يعني رايح انام، عارف ان ده مش وقت انزل فيه فيديو، بس يعني لو ما نزلتوش دلوقتي مش هينزل غير بكره الساعه 12 بالليل. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو عجبك، تشترك باللايك وسبسكرايب، تشترك في القناه، سلام.